ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يلا بينا نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. مين بقى غسل البطاطين؟ عشان نغسل البطاطين احنا كمان نعمل نفتح يعني اصور معاك وانا بغسل البطاطين. خايفه اغسلها دلوقتي الناس تقول لي انت بتغسليها بدري ليه؟ لان احيانا الجو بيبرد. انتوا شايفيني؟ انا مقرب الكاميرا اللي ساعات بتقولوا لي الكاميرا بعيده. محدش يقول التصوير زفت، ما تحرجونيش، كل واحد بيصور على قده. ما عنديش مساعدين، ابقى اجيب مساعدين بعد كده معايا. اول هنا افتح الشباك. معرفش عندكم بقى انتوا كمتابع في غبره وترابه يعني. الحمد لله طبعا محدش بيساعد حد إلا لما ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه وبيديله وبيساعده زي ما هو بيساعد الناس. يعني حديث عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. صلوا على النبي.
واحدة. طبعا انتوا ما بتعرفوش المعاناة اللي الناس بتعانيها وهي بتصور الفيديو. ممكن ابقى عيانة بس انا عشان بقيت عضو في اسمه ايه ده، وانا كنت بقول ايه في اليوتيوب، ما ينفعش ايه ما نزلش فيديو. الناس اللي بتطلع تقول لك ايه ده بتصورش حلو، يا جماعة انا لسه مبتدئة. انا بشكر الدكتور العراقي علي حمدان، انا شفته امبارح. شكرا ليك على المتابعه والكلمه الحلوه اللي انت قلتها لي. اي نعم انت شفتني اتصدمت وقلت مش دي اللي بتطلع في الكاميرا، اللي في الكاميرا كتير، انت حاجه كده يعني مش حاجه احلى بكتير من اللي في الكاميرا. قلت ربنا يخليك ويخليك يا رب ويخلي اهل العراق كلهم. دي واحده. تعالوا بقى. يعني الدكتور علي حمد ده شافني اتصدم، بيقول لي هيك انت ما بتبقي كده شلونك، وقعد. طبعا انا كنت سعيده جدا ان انا شفته، وفرحانه طبعا ان المتابعين بقت تعرفني في الاماكن العامه وانا ماشيه. دي حاجه جميله طبعا. حاجه تسعدني يعني.
طبعا الترابه كلها كده راحت. شفت لمعت كله ونفضت كله. تعالوا بقى نروح المطبخ. الاول شايفين كل حاجه زي الفل اهو مترتبه، بس انا ما بحركش حاجه من مكانها. ونفضت ستاره طبعا والشباك وقفلت. طبعا انا خرجت عن مشاعري هنا في المطبخ، مش قادره تانيني لابسه الاسدال من اللي انا شفته في المطبخ، كانهم بيلعبوا كوره على الرخامه. ثواني ثواني ثواني. مفيش حد بيساعد حد الا بربنا. ربنا سبحانه وتعالى بيسخر له ولاد الحلال. ده سنه وده كلام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا ما كذبش لما قال عليه افضل الصلاه والسلام: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته. ما اقولكوش على مدى التلزيق اللي انا شايفاه، يعني حاجه بصراحه كده اهو. هغسل المواعين وارجع لكم. يا ريتني ما كنتش اقول بس شايفين المواعين هنا خلصت. يا ريتني قابلتك من زمان، يا ريتني ما كنتش هعرف احزان، يا ريتني. لا يا حبيبي، ده انت قلبي من جوه ومعدتي وفشتي وكلوتي. حبيبي انت يا حمودي، ربنا يخليك ليا ويخلي المتابعين ليا يا رب، اللهم امين. بيوقف ورا الكاميرا يا جماعه. هو وعدني ان هيطلع بصوته بس، مش عارفه امتى الموضوع ده هيتكرر معاه، يعني قصدي هينفذه. لو كنتوا شفتوا المواعين وهي بتتغسل كنتوا قلتوا عليها مفتريه. ما كنتش هعرف احزان. طبعا هو الحوض اهم حاجه بيبقى زي الفل. اياك حد يقول لي التصوير زفت، هزعل. سيبوني على قد. تعالى
تعالوا معايا قولوا يا ريتني. صلوا على النبي بقى كده، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وحطوا اللايك علشان يجيلكم كل جديد. مع السلامة.